بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الاعدادي، النهارده ان شاء الله هناخد درس جميل جدا من دروس التاريخ، وهو درس الدوله المملوكيه. اصل المماليك مجموعه اجناس مختلفه اللي جابهم الايوبيين. الايوبيين جابوهم من اسواق الرقيق او من الحروب، كانوا متاخدين فيها اسرى، يبقى اسرى حروب او اسراق الرقيق. طيب المماليك دولت جبناهم ليه؟ قال لك الايوبيين كانوا بيستعينوا بيهم في حراستهم وفي الاستعانه بيهم بالجيش، يعني حاجه كده زي البودي جارد. اتساع دوله المماليك في مصر. قامت دولة المماليك في مصر على يد عز الدين أيبك بعد تنازل شجرة الدر له. على فكرة هي اسمها شجر الدر، بس احنا اتعودنا على ان احنا نقول شجرة، لكن هي كان اسمها شجر مش شجرة. طيب شجر الدر ديت اتنازلت عن الحكم جوزها مين؟ عز الدين أيبك. اتسعت دولة المماليك لحد ما بقت في الشام والحجاز، اللي هي بقى ايه الحته بتاعت سوريا وفلسطين والمدينه ومكه واليمن، اللي هو ساحل البحر الاحمر، فين؟ في اسيا. وبلاد النوبه وبرقه ديت اللي هي عند ليبيا. استمر حكم المماليك حوالي 250 سنة، يعني قرنين ونص من الزمن. يبقى حكم المماليك استمر قرنين ونص، بدأ مع عز الدين أيبك، اتسعت دولتهم لحد ما شملت الشام والحجاز واليمن وبلاد النوبة وبركة. لم يكن هناك وراثة للعرش، وكان الأحق هو اللي بيحكم، يعني ما كانش زي الدولة الأموية والدولة العباسية اللي هو إيه لما واحد يموت ابنه هو اللي يحكم. لا، دولت كان هو الأقوى أو الأصلح هو اللي كان إيه بيحكم. يبقى ما كانش فيه وراثة، ولكن كان الأصلح أو الأحق هو اللي كان إيه بيحكم. بدأ العهد المملوكي بشجرة الدر، وحكمت حوالي 80 يوم. لكن السلطان العثماني العباسي، طبعا احنا عارفين ان مصر تعتبر جزء من الدولة العباسية، فالسلطان العباسي قال انتوا ما عندكوش رجالة لدرجة ان انتوا بتخلوا واحدة تحكم مصر، ورفض ان شجرة الدر تحكم مصر، وقال ان هو هيبعت واحد. فعشان الشعب كان بيحب شجرة الدر، اقترحوا انها تتجوز واحد وايه ويبقى هي بتحكم، والاسم ان هو بيحكم، او يعني ايه يمشي الامور كده من كتر حبهم في مين؟ في شجرة الدر. وفعلا شجرة الدر بتتجوز عز الدين ايبك، اللي هو بنسميه عز الدين ايبك التركماني. عز الدين ايبك ما قعدش كتير وحصل ان هو اتقتل. طيب لما عز الدين ايبك اتقتل، جه ابنه ده كان صغير، كان اسمه المنصور، فعينا على المنصور واصي، لان ما ينفعش هو طفل صغير هو اللي يحكم. الواصي ده كان مين؟ كان اسمه سيف الدين قطز. يبقى سيف الدين قطز جه ليه؟ جه لان المنصور كان صغير. طب المنصور جه ليه؟ المنصور جه عشان ابوه عز الدين ايبك اتقتل. طب عز الدين ايبك جه ليه؟ عز الدين ايبك جه لانه اتجوز شجره الدر. طيب شجره الدر اتجوزت عز الدين ايبك ليه؟ لان السلطان العباسي ما كانش عاوز واحده تحكم مصر، او ما كانش عاجبه ان واحده تحكم مصر، والشعب كان بيحب شجره الدر، فاقترحوا اقتراح انها تتجوز عز الدين ايبك. طب عز الدين ايبك ما طولش واتقتل، فجه ابنه المنصور كان صغير، فعينا عليه واحد واصي اسمه سيف الدين قطز. حد فاهم حاجه؟ طيب هنشوف، كله هيبان يا مداغ اللي بان. نيجي بعد كده للمغول. ظهر خطر اسمه المغول او التتار. المغول هم عبارة عن قبائل متفرقة ومتنازعة، ناس بتشاكل مع نفسها، ناس كارهة نفسها، ما عندهمش اي خيرات، ساعة ما بيروحوا في اي حتة بيخربوها. الناس ديت عايشين على الصيد وعلى الرعي في وسط اسيا، في اقليم اسمه منغوليا. اقليم اسمه ايه؟ منغوليا. يبقى هي قبائل متفرقة متنازعة فيما بينهم، عاشوا على الصيد والرعي، يعني الناس ديت طول حياتها بتحارب في الحيوانات. تمام؟ تمام أوي الكلام ده. وحدهم واحد اسمه جنكيز خان. يبقى الحاكم الأعظم بتاعهم، أو كما أطلقوا عليه الحاكم الأعظم، اسمه جنكيز خان. جنكيز خان ده استطاع في فترة قصيرة إن يجيب القبائل المتنازعة اللي هم في إقليم منغوليا ويخليهم قبيلة واحدة أو دولة واحدة،
وبدأ بقى يحتل البلاد اللي حواليه ويخرب فيها. طبعا احنا قلنا هو في وسط اسيا، يبقى كده هيبتدي بايه؟ باسيا، ثم دخل على اوروبا، ثم دخل على بلاد العالم الاسلامي. يبقى جنكيز خان هو اللي وحد المغول، وجنكيز خان امتد نفوذه على اسيا ثم اوروبا، ثم اتجه الى بلاد العالم الاسلامي. جنكيز خان مات، جه بعده هولاكو. يبقى هولاكو ده حفيد جنكيز خان، ماشي، مش حفيدة، حفيد، خلي بالك. طيب هولاكو حفيد جنكيز خان جه بعده. هولاكو اكتسح بغداد وقتل الكثير من أهلها سواء رجال أو نساء أو أطفال، وقتل العلماء وهدم المساجد وألقى بكتب مكتبة بغداد في نهر دجلة، لدرجة إن هم ردموا حتة في النهر عشان يعدوا من عليها. نهر دجلة ده كان لونه أحمر من كتر الدم بتاع الناس اللي بتتقتل. يبقى الناس ديت كانت متوحشة، كانت أي حد بيشوفوه بيقتلوه. يبقى اكتسح بغداد. ده مين ده؟ ده هولاكو. هولاكو ده مين؟ قائد المغول. اكتسح بغداد وقتل الكثير من أهلها رجال ونساء وأطفال وعلماء، وهدم المساجد وألقوا بالكتب بتاعت مكتبة الإسكندرية، مكتبة بغداد اللي كانت أعظم مكتبة في ذلك الوقت، ألقوا بها فين؟ في دجلة. وقلنا القتل وصل لدرجة إن المية بقى لونها أحمر من كتر الدم. هيظهر عندنا هنا بقى السلطان قطز، وهيعمل جهاد وحرب ضد المغول. ايه بقى الظروف اللي ظهر فيها السلطان قطز؟ قال لك في الفترة ديت كانوا الجماعة بتوع المغول بقيادة هولاكو قتلوا آخر الخلفاء العباسيين اللي هم مين؟ المستعصر، وخربوا البلاد وقتلوا الآلاف قلنا من الرجال والنساء، وسلبوا الأموال وهدموا المساجد وقتلوا العلماء وحرقوا الكتب وألقوا ما تبقى منها في نهر دجلة، لحد ما قتلوا آخر الخلفاء العباسيين اللي هو المستعصم ذات نفسه، وما عادش قدامهم إلا مصر. داخلين على مين؟ على مصر. فهيبعتوا بقى فين؟ هيبعتوا رسالة لمصر. طيب يبقى أنا دلوقتي عرفت إن هولاكو بعت عشان يحتل مصر. السلطان قطز وجهاده ضد المغول. كان السلطان قطز بيتولى حكم المماليك، فأمر بقتل رسل المغول. يبقى أنا عندي الناس اللي جاية من المغول عشان تقابل السلطان قطز وتقول له سلم نفسك وإلا هنيجي ونقتلك أنت والشعب بتاعك. قطز ذبح لهم القطة وقتلهم هم ذات نفسهم. فبالتالي طبعا الخبر أول ما يوصل للمغول هيجوا عشان ينتقموا، ما عادش مجال للتردد، واستحث المماليك على إيه؟ على القتال. يبقى قطز قعد يسخن بقى المماليك عشان يحاربوا وياه. استجاب المماليك لنداء السلطان قطز والشيخ العز بن عبد السلام الذي أفتى بوجوب الجهاد بالنفس والأموال. كان في واحد اسمه العز بن عبد السلام، الناس كلها كانت بتحبه كده زي الشيخ الشعراوي وزي ايه المشايخ الكبار. فالشيخ العز بن عبد السلام أفتى أو طلع فتوى إن لازم الناس تتبرع بفلوسها، واللي يقدر يحارب ما يتأخرش. فبدأت الناس كلها تتبرع سواء بالفلوس أو بالأنفس، يعني تتطوع فين؟ في الجيش. دارت المعركة في عين جالوت، وعين جالوت ديت حتة في فلسطين. المعركة طبعا زي ما احنا عارفين بين المماليك وبين مين؟ المغول. اضطربت صفوف المماليك في بدء الأمر، مما دعا قطز إلى إلقاء خوذته على الأرض وصاح بأعلى صوته وإسلامها. يبقى احنا في الأول اتغلبنا، وبعدين الناس بدأت تطفش، كل واحد بدأ يجري في ناحية بقى يروح ما بعدك روح. فقطز لما لقى الموضوع بقى كله هرجلة واحنا بنتغلب، نزل من على الحصان بتاعه وألقى بالخوذة بتاعته اللي هي اللي بيبقى لابسينها بقى بتاع اللي عاملة زي الطبسية ديت اللي بيلبسوها في دماغهم وصرخ بأعلى صوته وإسلاما. يبقى أنا عندي قطز صرخ وقال وإسلاما. فتقدم ومعه الجند. الناس بقى اتحرجت فرجعت تاني، وبدأوا ينظموا الصفوف، وبدأ الحماس يرجع عند المسلمين، وبدأوا يهجموا على مين؟ على المغول.
يبقى أنا عندي في الأول اتغلبنا فنزل قطز وخلع الخوذة بتاعته ورماها على الأرض وقال وإسلاماه، فتقدم ومعه جنود المسلمين وقدروا إن هم ينتصروا على على المغول. يبقى نتيجة معركة عين جالوت أول حاجة هزيمة المغول، وقتل أكثرهم ومن بينهم قائدهم كتبغى. ماشي، خد بالك من كتبغى وخد بالك الشد. طيب اتجه قطز إلى دمشق، لأن في دمشق لسه في بقايا للمغول، فراح عشان يطردهم، وبذلك تخلصت مصر والشام من الخطر المغولي. يبقى مصر والشام اتخلصوا من الخطر المغولي على يد مين؟ قطز. أثناء عودة قطز دبرت له مؤامرة وتم قتله. يبقى أنا عندي قطز ما قدرش يرجع مصر لأنه اتقتل أثناء عودته منتصرا من معركة عين جالوت. مين اللي هيمسك بعد قطز؟ صديقه بيبرس. يبقى أنا عندي بيبرس هو اللي هيمسك بعد مين؟ بعد قطز. طيب الظاهر بيبرس ده كان ظروفه ايه؟ قال لك ان بيبرس ولد عام 620 هجريا اللي هو 1221 ميلاديا، رابع سلاطين الدولة المملوكية. الظاهر بيبرس لقبه الملك الصالح أيوب قبل ما يموت، اللي هو كان جوز شجرة الدر، ماشي، الأولاني لقبه بركن الدين. طيب بعد وصول بيبرس للحكم لقب نفسه بإيه؟ بالظاهر. يبقى أنا عندي الملك بيبرس ممكن كان يطلقوا عليه ركن الدين قبل ما يبقى ملك، وبعد ما بقى ملك أطلقوا عليه إيه؟ أو هو أطلق على نفسه لقب الظاهر. أهم أعمال بيبرس، أول حاجة استرد أنطاكيا من الصليبيين. إحنا عارفين إن في حاجة اسمها الحملات الصليبية. الحملات الصليبية ديت هو استرد منهم أنطاكيا اللي هم كانوا محتلينها. وشهد عهده نهضة معمارية وتعليمية كبيرة، هنلاقي فيه القصور بقى والأسواق والحدائق والحاجات ديت ظهرت. واهتم بتجديد الجامع الأزهر، وأنشأ جامعا عرف باسمه وهو جامع الظاهر بيبرس. يبقى اهتم بالجامع الأزهر فجدده وعمل جامع على اسمه جامع الظاهر بيبرس، وعمل مدرسة اسمها المدرسة الظاهرية، وأعاد إحياء الخلافة العباسية في مصر. بعد ما الخلافة العباسية انتهت في بغداد رجع هو أقامها من مصر. يعني تعتبر الخلافة العباسية قعدت فين؟ في مصر، أو تم إعادة إحيائها على يد الظاهر بيبرس. طيب اهتم بالزراعة فتحسنت الأحوال الاقتصادية. لما أقول يهتم بالزراعة يا أولاد يبقى شق الترع وحفر القنوات وأقام الجسور. بعد بيبرس هنلاقي عندنا الأشرف خليل ابن قلاوون. احفظها بقى كده، الأشرف خليل ابن قلاوون. الأشرف خليل ابن قلاوون بنقول إن هو جه بعد بيبرس. ما هي أهم أعماله؟ أول حاجة الراجل ده رجع عكا. يبقى رجع عكا رجعت لينا تاني بعد ما قعدت حوالي 100 سنة في إيد الصليبيين. استرد عكا وصور وصيدا وغيرها من المدن، أو غيرهم من من المدن. يبقى الأشرف خليل ابن قلاوون استرد عكا، صور، صيدا وغيرهم من المدن. وقضى على آخر معاقل الصليبيين بالشام. الناصر محمد ابن قلاوون ظروفه ايه ده بقى؟ قال لك الناصر محمد ابن قلاوون أقام نهضة عمرانية كبيرة لم تشهدها مصر في أي عصر مملوكي. إزاي؟ بنى مساجد، بنى مدارس، بنى قصور، حاجات كتير جدا موجودة لحد النهاردة. اللي هيروح القاهرة القديمة هيلاقيها موجودة. وشارك في الكثير من الحروب ضد الصليبيين. ده الناصر محمد ابن مين؟ ابن قلاوون. أحوال مصر في عهد المماليك. ما هي أحوال مصر في عهد المماليك؟
اعتنى المماليك بالعلم والعلماء زي الفاطميين والجماعة الأيوبيين، وأنشأوا المدرسة الظاهرية اللي لسه قلنا عليها من شوية، الظاهر بيبرس، وتصدوا للخطر المغولي وعملوا تصفية ليه. تمام. وعملوا المدرسة الناصرية اللي شيدها الناصر محمد، وأنشأوا المساجد زي مسجد الظاهر بيبرس، واهتموا بالصناعة، فكانت مصر من أشهر المراكز الصناعية في العالم الإسلامي في عهد المماليك. يبقى اهتموا بالصناعة، اهتموا بالعلم، اهتموا بالمساجد، اهتموا بإيه؟ بالمدارس. شهد العصر المملوكي تقدما كبيرا في ميدان الطب، فبنوا المستشفيات، وكانوا بيسموا المستشفى الباميرستان. طيب، السلطان قلاوون بنى مستشفى وسميناها بمستشفى السلطان قلاوون. عندك هتلاقي البيمارستان المنصوري، احنا قلنا المستشفيات كان اسمها البيمارستان. اهتموا بالزراعة وشقوا الترع وحفروا القنوات، فتنوعت المحاصيل في عهدهم، وده دليل يا أولاد على انتشار الأمن والأمان. نهاية الدولة المملوكية. كيف انتهت الدولة المملوكية؟ بدأت الدولة المملوكية في الضعف نتيجة تدهور أحوالها الاقتصادية. الدولة المملوكية لا عادت بتهتم بالزراعة، ولا عادت بتهتم بالصناعة، ولا عادت بتهتم بأي حاجة في الدنيا. أمال إيه؟ كان أي تاجر معدي من مصر بيدفع فلوس، فكان الناس اللي ماسكين مصر من المماليك مكتفيين بإن الناس كلها بتعدي من عندنا، والناس كلها بتدفع لنا فلوس، حاجة كده شبه قناة السويس. تمام؟ بس مختلفة طبعا. فبدأت الفلوس كلها تيجي عن طريق مرور التجارة والتجار من عندنا، يمروا من عندنا يروحوا ناحية السعودية. فحصل إن في ناس اسمهم البرتغاليين في دولة اسمها البرتغال. الناس ديت اكتشفوا طريق غير الطريق بتاعنا، فالتجار كلهم بقوا يروحوا الطريق التاني. الطريق ده اسمه طريق رأس الرجاء الصالح، طريق بيلف حوالين افريقيا. طيب، ما عادش حد بيجي عندنا، فما عادش عندنا فلوس، واحنا قلنا ان احنا لا كان عندنا زراعة ولا صناعة الا حاجات بسيطة خالص. فبالتالي تدمرت الدولة المملوكية اقتصاديا. يبقى انا عندي بدأت انهيار الدولة المملوكية مع اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. طب مين اللي اكتشف الطريق ده؟ البرتغاليون. طب اكتشفوه امتى؟ في اواخر القرن ال15، وبالتالي تحولت التجارة الى طريق رأس الرجاء الصالح. في عام 1516 1516 انتصر سليم الاول على المماليك. واحد اسمه سليم الاول حارب المماليك في معركة اسمها معركة مرج ضابق. يبقى انا عندي المماليك اتغلبوا في مرج ضابق 1516. بعدها بسنة أو أقل من سنة حصلت معركة في 1517 ميلاديا، انتصر فيها برضو سليم الأول على المماليك ودخل مصر. يبقى أنا عند مصر اتحولت إلى ولاية عثمانية، ماشي، بعد الهزيمة في معركة الريدانية. طب معركة الريدانية ديت حصلت امتى؟ حصلت 1517، وبكده يبقى انتهت الدولة اللي هي المملوكية. وده أول درس هناخده في سنة تالتة إعدادي إن شاء الله. ربنا يكتب لكم يا رب النجاح والتوفيق. أي حد عنده سؤال أو استفسار يسيبولي تحت في التعليقات. أتمنى يا رب تكونوا استفدتم. وسؤال النهارده: مين اللي انتصر على المغول؟ اللي يعرف يكتبها لي تحت في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.